غريب وما خداش داكشي اللي بغا. ورغم ذلك انا كنعرف انه واحد اللقطه اللي سمعتها، وهو السي احمد فراس قبل ما يموت واحد الخطره كان مشى عند سيدنا الله ينصرو، وفي الحقيقه ما طلب غريضه. وهادو هما الشيمه ديال الناس ديال الكره، ديال الاخلاق، ديال الاحترام. وبغى يدافع على اللاعبين القدماء اللي مساكن ما خدامينش ولا اللي ما عندهمش ولا بحالهمش، حيت اي واحد كيدافع على خوه، واي واحد كيقول كلمه الخير، واي واحد كيقول كلمه حسنه وكلمه زوينه بحق واحد اخر، الا وكتلقاه محبوب عند الجماهير وغيبقى خالد. وغادي نقول له وداعا يا سي احمد فراس، ولكن بقيتي في القلب، بقيتي في قلوب المغاربه وما يمكنش ينساوك. وكنتمنى واحد التكريم، وكنتمنى واحد الشارع، كنتمنى واحد الملعب يكون باسم احمد فراس مول الكره. الله يرحمك والله يصبر داويه. عبقري كما قلت في الكره، لا مقارنه مع في المركز اللي كان يلعب فيه، ولا الاورا اللي كانت فيه والكاريزما اللي كانت فيه. داكشي اللي تيديجاجي كما تنقولوا ايجابي جدا. ملي تيتكلم معاك ماشي شي واحد متكبر ولا يعطيك دروس ولا تيلخص داك الشيء في يتلعب كره، عطيه وقتها، عطيه حقها، نعس بكري، احترم الخصم، احترم دوك اللي في الاول بداو معاك توصلتي دابا درتي سميه وداك الشيء. ودائما دير الخير، يكون قلبك سموح، وهذه الاشياء اللي مهمه جدا. وش نقول لك، انا لله وانا اليه راجعون. زانا واحد، نتمنوا الدعوات ديال الجميع معاه. الله يرحمه ويغفر له. تبارك الله عليك. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.